السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبع موقع نيوز بلوس مباشرة من مدينة الصخيرات بعد ليلة سوداء وخرجة اللي شفناها ليلة الأمس، اللي شفنا فيها تخريب، شفنا فيها حجارة، شفنا فيها مجموعة من الأمور، شفنا فيها مواجهة عنيفة بين مجموعة من الشباب وقاصرين بمدينة الصخيرات بنقطة حي الكربون، وكذلك ميموزة والبساتين والريف والرياحين ونقاط أخرى مجاورة بمدينة الصخيرات. شفنا مجموعة من الإصابات، وكانت إصابات بالغة، وكانت أمور اللي صراحة كنا كنتمناو ما نشوفوهاش، لأنه كما كيعرف الجميع ملي كتكون وقفة سلمية فكنظن الأمور كتكون بواحد المستوى اللي هو راقي واللي هو ممتاز، ولكن ملي كتولي الامور في التخريب فهنا الامور كتطرح علامات استفهام كبيره. ملي كنوليو نهرسوا الطوموبيلات للناس، واحد بحالك بحالو كتهرس له الطوموبيل ديالو ولا كتضرب له الطوموبيل ديالو، فهذه ما عندها حتى شي معنى وما عندها حتى شي علاقه بوقفه سلميه. فاليوم كما كتشوفوا معنا الاجواء هنا بمدينه الصخيرات اجواء هادئه، الهدوء يعود لمدينه الصخيرات بعد ليلة سوداء يوم أمس. أكيد كانت بعض الاعتقالات وكانت إصابات في صفوف رجال الشرطة الملكي وكذلك رجال القوات المساعدة. شفنا أرقام وشفنا البلاغ ديال وزارة الداخلية، شفنا أمور اللي خرجات للعالم. اليوم كنبغيو نأكدوا على أنه ملي كتكون وقفة سلمية راه ما كاينش اللي غيهضر معاك وغتكون الأمور في واحد المستوى اللي هو ممتاز. اليوم كنقولوا للشباب من حقك تطالب بالحقوق ديالك المشروعه، لكن ما نخربش، ما ناديش الناس. والله القسم الا الناس ترزاو مساكن في السيارات ديالهم البارح. كاين الناس اللي مساكن مشاو لهم البارت بريزات، مشاو لهم بارشوكات، مشات لهم امور اللي تضربوا لهم السيارات ديالهم غير دايزين. شنو الذنب ديالهم؟ ما بغيناش نشوفوا داكشي اللي وقع في انسكان واللي وقع في نقاط اخرى. راه كاين ما يدار الاخوان، وكاين طرق اللي هي كفيله ان الانسان يوصل للهدف ديالو بعيدا. حنا ما كنقولوش حنا ضد الوقفات ولا هذا، كنقولوا كاين طرق للوقفه، ماشي تخريب، ماشي العشوائيه. هذه امور مرفوضه وتا واحد ما غيقبلها. باش نكونوا متفقين، لانه كاين ناس بحالك بحالهم، انت خارج كطالب بالحق ديالك، من حقك. بغيتي التطبيب مزيان، من حقك تطالب بالتطبيب ومن حقك تطالب بالتعليم، ولكن ما فائدة الحجارة وأمور أخرى اللي شفناها إصابات. والغريب في الأمر والعلامة استفهام الكبيرة اللي كتطرح، كنشوفوا وليدات الأعمار ديالهم لا تتجاوز 15 سنة و14 سنة و16 سنة. هذا هو الغريب في الامر، ان وليدات في الاعمار ديالهم لا تتجاوز 15 و 16 سنه. هذا هو اللي ما كيتفهمش الاخوان. فرجاء انا حتى الدور ديال الوالدين، راه شفنا الوقفه الاولى الوليدات كيفاش وقفوا، شفنا وليدات نقيين، شفنا امور اللي كانت بواحد المستوى راقي، الامور دازت بواحد السلميه ممتازه. لكن مني كتولي امور اخرى اللي فيها التخريب، فيها اضرام النار، فيها امور اللي غترجع على الاخوان بالدموع. الناس راه غتبكي الدم، راه كاين والدين غيبكيو الدم. وتخيل معايا دابا واحد مشى شعل في السياره ديال الدرك الملكي ولا الامن الوطني ولا القوات المساعده، شعل فيها العافيه وشاد، شنو واش حقق المطلب ديالو؟ هذا هو السؤال، واش حقق المطلب ديالو؟ هنا كنطرحوا علامات استفهام كبيره. واش حقق المطلب والهدف ديالو اللي هو التعليم والصحه؟ هذا هو اللي كان. والله القسم الى الغيره ديالنا على الدراوش هي اللي كتخلينا كنهضروا. كلنا بغينا نمشيو للسبيطار ونتعالجوا وتكون الامور مزيانه ما نختلفوش فيها. كلنا بغينا نمشيو للمدرسه وما يكونش الاكتضاد وتكون الامور مزيانه، ولكن ماشي بالحجر الاخوان، ماشي باضرام النار، ماشي بهذيك العشوائيه. كما كتشوفوا معنا اجواء يعني الحمد لله رجعت الامور للنصاب ديالها.
شفنا بزاف الناس اللي ما عجبهمش داكشي اللي وقع البارح. الحمد لله ان الرساله وصلت مني خرجوا الشباب بواحد الوقفه اللي هي سلميه ودازت الامور مزيان، بعيدا عن العشوائيه، بعيدا عن التخريب. راه التخريب الاخوه راه ماشي كنقول لك ما توقفش ولا هذا، كنهضروا على التخريب. ملي كتبقاش الامور سلميه، ملي كتولي العافيه شاعله، ملي كتولي خطير داكشي. صعيب الاخوان، صعيب 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 بزاف. دابا غتمشي جيت النقط ديال الامن وهذا غتلقى العيالات كيبكيو الدم. شكون الضحيه في الاول وفي الاخر؟ الوالدين. انا اللي كنتاسف عليه وليدات 15 عام 15 عام 14 عام، بغيت نفهم شنو كيفهم في الصحه والتعليم. 14 عام ولد 14 عام 15 عام ملتم، هاز داكشي اللي هاز في يدو عجيب. رجاء هذه رساله للوالدين، هذه رساله للوالدين، ما نضيعوش وليداتنا. كاين طرق وكاين سبل كيفاش نوصلوا للهدف ديالنا. كاين ناس تاذاو البارح، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله العلي العظيم، الا في الصباح مع 6 الصباح الصف اللي كيكون كيتسنى الترونسبور في اغلب النقط في عمالات صغيرات تماره اغلبهم عيالات خارجين كيحفروا، خارجين كيضربوا الجفاف وكيضربوا تماره. علاش؟ باش يشوفوا وليداتهم في واحد المستوى، باش يقريموا بزاف د الحويجات. وتجي اخويا وتضيع راسك في واحد اللقطه اللي ممكن كنا نتفاداوها، وتبقى الامور في السلميه بعيدا عن التخريب. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، هنا مدينة صخيرات. الهدوء يعود لمدينة صخيرات بعد ليلة سوداء، وهذه النقطة بالضبط اللي تضرب فيها رجل القوات المساعدة. لولا الألطاف الربانية لكانت الكارثة. الحمد لله على لطف الله، ونتمنى من الله أنه تكون شي اخبار زوينة اللي تخلي المغاربة كلهم يفرحوا وكل شيء يكون مزيان. هذا هو اللي كاين. لانه الاخوان باش تعرفوا واحد القضيه، هذه بلادنا كاملين، وما كنظنش شي مغربي ما غيبغيش ليها الخير. هذا هو اللي كاين، ما كنظنش شي مغربي ما غيبغيش لبلادو الخير. ونتمنى من الله تحقق المطالب اللي تخلي المواطن المغربي يكون يعني في واحد الوضع اللي هو مزيان، كيحفظ الكرامه ديالو، العيش الكريم ومجموعه من الامور. وهذه رسالة للشباب أنهم يردوا البال، يبعدوا من الشغب، يبعدوا من التخريب. والله العظيم إلى طريق ظلام، والله العظيم إلى طريق ظلام.